جون ادوارد الملك، او ده اللقب الجديد لازم يطلق عليه الملك في مكانه، الملك في مركزه. والله العظيم انا مش عارف احنا كنا عايشين ازاي من غير الراجل ده. فهمني كده، رد عليا، قول لي احنا كنا عايشين ازاي. تفتكر كنا بنبيع ازاي وبنشتري ازاي؟ اي هبل في اي عبط. والله، ما تعالى روح اشتري لنا، تعالى جيب لنا، تعالى اعمل لنا لعيب نمشيه ببلاش، لعيب ما اعرفش نعمل فيه ايه. الراجل جه غير كل الفكر اللي ما كانش يبقى، ما ينفعش يبقى موجود مع نادي زي الزمالك من زمان. يعني المفروض واحد زي ده كان يبقى موجود من زمان، لان انت نادي كبير، نادي المفروض بتتطور، فلازم تشوف التطور رايح على فين وتمشي. اكبر خطوه واحسن خطوه عملوها اداره نادي الزمالك اللي ما اعتمدوش على ابنائها. والله العظيم انت لما بتقعد تفكر مين عندك في ابنائك، طبعا احترامنا للجميع كشخصيه، لكن مين الكادر اللي يتحط مكان جون ادوارد يعرف يمشي المركب، يعرف تشوف السريه اللي موجوده دلوقتي. بيجيب لعيبه انت، ما انا بشوفها في التقديمات بس، وممكن لو حاجه اتسربت، لكن خلاص هو الراجل اوريدي مضى وخلص وخد اول مستحقاته اللي هو ال 10% ولا ال 25%، والراجل بيبقى موجود. بس انت بس ايه يعني، مثلا دي اخر حاجه احنا شفناها كانت متسربه بتاعت ادم كده. الراجل كانت متسرب له حته من التقديمه، ما كانتش دي اخر يعني فاهم. دي بالنسبه لي عادي جدا، عادي جدا، ووارد تحصل، وارد تحصل. لكن اللي كان بيحصل زمان ان انت بتبقى عارف اللاعب وفلوسه ودنيته واخد كام وعامل ايه وماشي ازاي ورايح فين وجاي منين من قبل ما يجي بسنين ضوئيه، وناس مستنياه في المطار وتصوره وناس ما اعرفش. دلوقتي انت بتشوف الراجل اصلا. يعني ادم ده انا شفته في التمرين، يعني كان في صوره كده من بعيد كان موجود في التمرين. فاللي هو بقى في سريه فعلا قويه قوي 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 قوي، بخلاف اللي فيه لعيبه بتتفاجئ اللي هي بتعمل الكشف الطبي. مش هنقول اسامي دلوقتي، بس في لعيبه حاليا بتعمل كشف طبي لنادي الزمالك. ممكن تكونوا شوفوا صوره مع حد او ما اعرفش ايه، بس انا مش هتكلم برضو على اسمه، لان هم ادام الناس ما اعلنتش انا مش هطلع اعلن على اسم حد. اتاكدنا كلنا عارفين، بس انا برضو مش هطلع اقول. فبتلاقي حاجات سمعت خبر تاني اللي الراجل خلص كل المستحقات القديمه للعيبه عشان يعرف اسيطر على اوضه اللبس. ما هو انا ما ينفعش يبقى انت ليك عندي فلوس واجي اقول لك اعمل وسوي. يعني هتقولي هات اللي عليك الاول بعد كده، يعني فاهم. مش هعرف اتكلم معاك، مش هعرف اخصم منك، مش هعرف ايه نراضي بعض من الاخر. يعني مش هقدر اقول لك ايه انت مخصوم منك عشان عملت إيه. هو مش هيبقى مهتم اصلا، لان هو اصلا فلوسه ما بياخدهاش، فمش فارقه بقى فاهم. خصمت 10 زي 20، انا كده كده الفلوس كلها ما بشوفهاش. لكن لما ابقى واخد فلوسي كلها ومخلص دنيتي كلها، وتيجي تقول لي انا هخصم لك، لا، هيحس بالخصم وهيحس بالعقاب، وهتبقى انت حاطط يعني ايدك في عينه، في عينه حرفيا. هتعرف تسيطر على اوضه اللبس، هتعرف تشتغل. سمعنا الارقام اللي هو جاب بيها لعيبه والارقام اللي طلع بيها لعيبه، بقى في فائض للنادي. يعني شوف الصفقات اللي الزمالك جابها دي كلها مقابل كام صفقه طلعوا مع كام اعاره، هو غطى قيمه الصفقات اللي جابها، او مش قيمتها، الاقساط على الاقل اللي اتدفعت في كل واحده فيهم، او ال 25% بتاع كل واحده فيهم، وقدر يجيب لك لعيبه وقدر يطلع لعيبه. بقى في فكر موجود ما كانش موجود قبل كده. بجد تحيه للملك جون ادوارد. اتمنى يا رب ان شاء الله يبقى موسم قوي يكلل بيه مجهودك ومجهود الجهاز الفني ومجهود اللعيبه ومجهود الاداره، اللي برضو لازم نوجه لها الشكر في حته اللي خلاص ما بتسمعش صوت حد. بقى فعلا في حد هو المسؤول. هو حتى القرار اللي الناس استغربت بتاع فتوح اللي طلع جون ادوارد وعبد الناصر معرفش ايه، طلعوا قرار طب وفين الاداره من القرار ده؟ ما شغلهمش، مع ان اصلا يعني طلع نفس اصل الناس اللي طلعت كده كانوا اهلاويه، هم نفس الناس كانوا عاملين قرار بتاع كهربا. كان ساعتها مين يا رب، محمد رمضان يقرر اعاده كهربا وتغريمه مليون جنيه واعاده ولا جابوا اداره ولا جابوا بتاع. بس هي لما بتيجي عندك بتبقى فاهم اللي هو اي تلكيكه وخلاص. فبصراحه سايبين الراجل يشتغل، سايبين الراجل يشوف دنيته. بجد راجل صفقاته دي لو ظبطت، لان انا قلت لك في كل فيديو بعمله في التقديمات، الحكم الملعب، الصفقات دي لو ظبطت الراجل ده فعلا هيبقى برنس، وهتبقى فعلا احلى صفقه جبناها من 10 15 سنه. لو اول مره تشوف ما تنساش تعمل لي فولو وقول لي رايك في الكومنتات، واحلى مسا عليك.